صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم. طبعا زمان كنا بنعمل الحلة ديت عشان نعملوا فيها الكسكسي، زي ما انتوا شايفين كده كنا بنعملوها بالطريقة ديت. قبل ايه؟ قبل ما تنزل الكبة ونعمله الكسكسي بالكب. النهاردة بقى هنعملوها زي ما بنعمله زمان كده الكسكسي في الحلة، ونبخروها كده هوت في المصف. انا ما عندوش بقى اللي ما عندهوش حلة البخار. انا ما عنديش حلة بخار، بس على فكرة انا عندي 3 لكل بيت من عيالي واحد. بس انا في البيت هنا ما عنديش، فمش معقول بقى هروح الصبح بدري واقول لهم هاتوا لي حل. لا، انا عملت بقى الحلة دي بتاعت زمان زي ما انتوا شايفينها كده هوت، ومبخروا عليها. اسمها حلة التبخير الكسكسي. بنعملوها كده هوت ونجيبوا حتة عجينة، وتروحي عاملاها كده اهو برمها، وتروحي ماشية على طول على على العجين، وايدك كده ما تعصيها مية عشان خاطر تنعم كده معاكي، وفي نفس الوقت ما ما تطلعش بخار من بره خالص، عشان خاطر تحتفظ بالبخار وتطلعه على الكسكسي من بره. خلصناها كده، واهم حاجة تحطي جوه الحلة ليمونة، او تحطي آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارفين العناب؟ تحطي شوية او تحطي ليمون عشان خاطر الحلة ما تسودش، او هو الكركديه يعني. بس انا ما كانش عندي بقى ولا ده ولا ده، وسبتها كده وقلت هغسلها بقى وربنا يقويني عليها. بيقولوا لي دايما الكسكسي بتاعك ناعم من ايه؟ هقول لكم. عارفين الغربال الكبير ده؟ يعتبر الصغير اللي هم طلعوه بقى وعملوا غربال صغير كده زي ما انتوا شايفين. استوى ما استواش لازم ينزل من الغربال ده بتاع الكسكسي ده. هو ليه؟ اذا كان الغربال يعني لما بتعملي الكسكسي الحباية بتكبر شوية، لا انا بخليها بقى كده هوت ناعم خالص، يدخل منه الكسكسي قبليها وبعديها. عشان كده الكسكسي بتاعي دايما بيكون ناعم. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل جرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. دولت قد ايه دقيق؟ دولت 1.5 كيلو دقيق. هتحط عليهم 300 جرام ميه، حبه حبه زي ما انتوا شايفين كده اهو. تقعدي بقى تبرمي بقى تبرمي 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 كده اهو لحد ما تضيعي الدقيق خالص. يشرب بقى من 300 جرام ميه، دولت 1.5 كيلو. تفضلي تبرمي فيها تفركي فيه كده اهو لحد كلته خلاص ما يبقى معاكي زي الكسكسي كده اهو قبل ما تعمليه في الغربال. يعني ممكن كمان ما تحطوش في الغربال وتعمليه كده على طول، بس طول ما ايدك شايفاها كده فيها دقيق يبقى لسه هو عايز برم 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 كده اهو زي ما انتوا شايفين. برمته بقى كده اهو وخليته زي ما انتوا شايفين الدقيق راح مننا خالص. ونفضلوا بقى نبرم بقى كده اهوت قبل ما نعمله في الغربال. زي ما انتوا شايفين كده اهوت كل حباية فيها لازم تبرميها كده خالص. خلاص الدقيق راح مننا خالص كده اهوت، تفضلي تبرمي تبرمي كده في الكسكسي. دلوقتي بيجيبوا بقى الكبة بيستسهلوا ويروحوا عاملين في الكبة. بيني وبينكم انتوا عارفين الكبة بتاعتي بايظة، فدولت مش هياخدوا حاجة اصلا وانا واقفة كده اهوت. عايزة بقى تعمليه بسكر هتعمليه. وديت كسكسي ده بيتعمل برضو في في اللي يعتبر في السبوع. النهاردة احنا هنعملوه يعتبر على على بط كده زي ما انتوا شايفين. 300 جرام يعتبروا قربوا يخلصوا معايا. بصوا شايفين زي ما انتوا شايفين. تفضل اهم حاجة الفرق الاولاني كده هو تفضلي تفركي تفركي كده بالدقيق زي ما انتوا شايفين. خلصناهم كده هوت. هنروحوا جايبين بقى اهم حاجة واهم شيء بعد كل ده. بصوا لسه بفرك بيها اهو، ببرم اهوت خالص خالص كده اهو. مش هنجيب الغربال الا لما يكون ناعم كده خالص زي ما انتم شايفين. بقول لكم بصوا الفرق بين ده وبين ده اهو بايديا اهوت اتعمل قبل ما نجيب الغربال اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى لو عندي غربال من الكبير بتاع الفلاحين الكبير الحلو دهوت
عايزة اقول لكم بيبقى في منتهى الجمال. بس ده بقى خلاص، ده يعتبر صغير كده في البيت، بروح عاملة ايه، عاملة بيه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بقول لكم لو عندك كبة برضو اعملي بيها، بس انا ايه بقول لكم طريقة زمان كنا بنعملوها بالطريقة ديت زي الفل وزي العسل اهو زي ما انتم شايفين. لاخر لحظة انا بقى ايه ببرم كده هوت في ايه، في يعتبر ببرم فيه من اول حباية لاخر حباية اهوت، سايبه اهوت للاخر، وانا ايه وانا ببرمه كده اهوت خالص اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. جبت لكم من الاول للاخر قبل ما نجيب الغربال كده خالص، يعتبر خلصته كده هوت خالص. دولت كيلو ونص اخدوا 300 جرام. وهقول لكم بقى لما هيستوى هترديه بايه تاني. زي ما انتوا شايفين اهوت كده هوت خلاص كده. وهوريكم كده اهو. بتمسكيه بقى بصوا، حرير حرير، بتمسكيه يتفرك منك كده هوت خلاص كده هوت. بتجيبي بقى ايه ساعتها خلاص كده. الجربال بيتمسك مرتين، لا كده هوت يعني ممكن تعملي كده اهوت نزل كلته من الغربال. وانا بقى بروح عاملاه كده هو عشان استسهل كده هوت، عشان خاطر بينزل بقى زي ما انتوا شايفين. افضل افرك فيه كده هوت على الغربال من فوق، بيتفرج بقى كده كله معايا وبينزل كلته. الاساس الاول ان انت نفركيه الاول او تبرميه الاول قبل ما تجيب الغربال كده خالص. بتحسي كده ان انت مش محتاجة كمان ايه غربال، مش عارفة بقولها غربال يعني غربال عادي. بس كده هو زي ما انتوا شايفين عملت هو ني، ولسه لما هاجي يستوى تاني هنعمله لكم برضه. شايفين الصينية الخضرة دي او البلاستيكة الخضرة دي بقى فيها البط. طبعا انا جبت لكم البط كتير وسلقته معاكم. واحنا جبنا بقى بطايه كده ونضفناها وخليناها زي الفل. وهنعمله بقى ايه شوية ايه المبروم دولت. عندك بقى شال اللي هو عارفين بتاع السعودية الابيض ده، اعملي بيه. ما عندكيش، عندي بقى كيسة مخدة بيضة هيت زي ما انتوا شايفين. بس جت اتحرقت مني برضو ايه، نسيتها كده هوت وانا بقلبه راحت ايه متحرقة في الاخر. لميتها كله كده هوت وحطيت بقى المية تغلي قبليها طبعا. وهقولك بتحطيها ازاي في الحل. طبعا كده خلاص غلت المية وبخرت، بتروح حاطاه الحروف بقى كده تك عليها ان هي كل الحروف تكون مكتومة خالص كده هوت عشان خاطر تطلع على البخار. بعد شوية بقى كده ربع ساعة ولا نص ساعة تفضلي بقى ايه تجي وتروحي مقلباه. ليه؟ عشان يستوى في بعضه برضو وما يعجنش كده معاكي. لازم تفركيه كده هوت او تقلبيه بالطريقة ديت وتسيبيه حوالي نص ساعة. كده هو اخد مني ساعة في الاول خالص. مش هقولك ربع ساعة ولا نص ساعة، لا، انا بسيبه لما ياخد راحته. كده بقى هنجيبه اهوت وهوريهولكم بعد ما اتبخر بقى كده. سبته ساعة كده اهو. الكوز ده مليته وحطيته في الحل عشان خاطر ايه نكرر العملة دي تاني ونسيب المية ايه تغلي. اهو زي ما انتوا شايفين خلصته كده اهوت وجبته. وهوريكم برضو بتحطي قد ايه بقى مية او لبن. طبعا عايزة تحطي لبن حطي، عايزة تحطي مية حطي، لكن اللبن انا عن نفسي انا مش بعز اللبن في ايه في عمايل الكسكس الا لو انتي يعني ايه عايزه اقولك عندك بقى السبوع والكلام ده كلته بيخلي ريحته حلوه وجميل. لكن احنا ايه هناكلوه يعتبر بالشرب. وبرضه هنحط له سمنه برضه هيبقى حلو وجميل وزي الفل. لكن الميه بتخليه يشرب من الميه ويستوي معاكي ويبقى ما يزورش. يبقى ايه يبقى ما يزورش معاكي. اهم حاجه ان هو ما يزورش معاكي. كده خلاص فرقت اهوت زي ما انتوا شايفين. هل كده خلاص ان احنا الغربال خلصناه؟ لا طبعا. هنا قبل ما نحط المية هنعيده تاني بالغربال وهتشوفوا. قبليها وبعديها بعمله في الغربال عشان خاطر يبقى ناعم نفس الحباية هتنزل من الغربال. قبليها وبعديها زي ما انتم ايه هتشوفوا كده اهو. بصوا اهوت بروح برضو بتأكد ان هو نفس الحباية نازلة من الغربال، ان هو ايه يكون ناعم وحلو وزي الفل ما هوش مكلكع. واهم شيء ما تسيبيش كلكعة في قلب الغربال تضيعي بقى اللي انت عملتيه.
لازم تكون من الاساس عاملاها كويس، عشان خاطر مفيش حاجة تفضل في الغربال من جوه ان انت ترميها وتبقى خلاص، يبقى ايه، خسرت الحبة اللي جوه. تفضلي تاخدي حبة من هنا اللي انت عملتيه وتفضلي تحطيهم في الغربال، عشان اللي موجود في الغربال ايه، ينزل وايه ويتفرك معاك. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الحبة دول ساعات ناس بتسيبهم ويبقوا ايه، عجينة كده، لا، انك عاملة كده اهوت لحد ما يتفركوا معاكي وينزلوا من الغربال كده اهوت خالص. هقولك برضو الكوز الاحمر ده 500 جرام. بصوا يا دوبك حاجة بسيطة اهوت نزل منه، يعني ايه، اتشالوا منه، بقى ناعم حرير اهوت. إيه اللي هيسويه بقى؟ المية اللي انت هتحطيها. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا مش هحط حبة حبة، انا عارفة ايه المقادير اللي هي هتتحط له. دولت نص كيلو مية زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنفركهم بقى كده اهو خالص واشربهم، عشان خاطر هنحطهم يتبوخوا بقى ايه، يتبخروا تاني على ايه، على البوتاجاز. هنا بقى اصبح ان انت بتحطي مرتين الايه، الكسكسي على ايه، على البخار. مرة بتحطيه قبل ما تيجي، قبل ديت وديت دلوقتي بقى خلاص التبخيرة التانية اللي انت هتحطي له سمنته عشان خاطر تاكليه. كده اهو زي ما انتوا شايفين. خلصته كده اهوت وشربت يعتبر 500 جرام مية على الكيلو ونص. اوعي تفكري ان هو هيبوظ منك، لا، تفضلي بقى تشربيه كده اهو، تفركيه كده اهو، وترجعي تاني تجيبي بقى الغربال وتروحي عاملاه تاني. بس اصبح كده اهوت الكسكسي بتاعنا زي ما انتوا شايفين. ليه بيطلع ناعم؟ ان انا مستمرة على طول بالغربال معايا قبل ما يستوى وبعد ما يستوى. بتكوني عاملاه في الغربال عشان خاطر يبقى ايه، يبقى ناعم كده خالص. طبعا اللي عنده حاليا بقى دلوقتي كبة يقدر ان هو يعمله بالكبة. بس انا مش هجيب ان انا هعمل كيلو ونص او 2 كيلو او 10 كيلو في الكبة، عشان خاطر الكبة هتبوظ مني، وغير كده هي بايظة معايا. فديت اسهل لي كده والله العظيم، وانا واقفة كده انا عملته. وخدوا بالكم انا لسه ما عملتش البط، انا هعمل البطة بعد الايه، بعد ما اخلص الكسكسي خالص كده اهوت. اروح عاملة ايه، عاملة البط، لان كان هنا كنت لسه بدري، عشان خاطر ان انا ايه، قمت بدري اعمله عشان خاطر انتوا عارفين النهارده كان جوزي جاي وقلت اعمل له ايه، اكله حلوه بنحبوها كده اهو، عن الرز او مكرونه زي ما انتوا شايفين. فركته كده تاني اهوت زي ما انتوا شايفين. رحت ايه، هوريهولكوا برضو للاخر خالص، لاخر حبايه. وايه، وهو بينزل من الغربال كده اهو استوى. ده يعتبر كده استوى ولسه هيتبخر تاني. ونروح حاطينه بقى كده اهوت، ونروحوا فاركين. بص كل حباية بفركها كده اهوت على الغربال كده اهوت من فوق. هتقول ان هو مكلكع ومش هينزل، لا، ده كل ده هينزل وهيبقى زي العسل وزي الفل. الغربال من فوق كده بتفضلي تفركي تفركي فيه كده اهو لحد زي ما انتوا شايفين ما هينزل. شايفين عاملين ازاي؟ بناخد برضو من الكسكس اللي انا عملته واروح حطاه على ايه، في الغربال كده اهوت الحبة الاخرى، عشان لا تفكروا ان هو هيبوظ ولا حاجة، لا، اهوت يروحوا منزلين كده كله. بفضل بقى افركه افركه كده اهوت. خلاص كده اهوت دولت اخر حاجة كده اهوت. وبفضل اخد حبة واعملهم، اخد حبة واعملهم، عشان لو في حبة في الغربال مكلكعين بيفكوا نفسهم بنفسهم زي ما انتم شايفين كده اهو. كده بقى ايه، يعتبر اخر حاجة تعمليها لايه، للكسكسي. بس كده هوت اهم حاجة. ليه بيطلع ناعم معايا دايما؟ الطريقة ديت بتخليها حلوة وجميلة وزي الفل. واهم حاجة تاخدي بالك وانتي بتحطي المية في الاول خالص، 300 جرام، عشان خاطر ما تزوديش يبقى معاكي، ويبقى مكلكع، ما يبقاش ايه، حلو وناعم زي ده كده. اهو زي ما انتوا شايفين زي الفل وزي العسل. النص كي او ال500 جرام اللي اتحطوا لهم المية دولت بقى مش هيخلوهم يزوروا ابدا، لان لسه هيتبخروا تاني. اهي دي التبخيرة بقى التانية اللي هنيجي بعد كده نروحوا ايه، حاطين بقى ايه السمنة بتاعته. بس كده هوت. وفي نفس الوقت بتحافظي بقى كده ان مفيش بخار يطلع منك خالص.
كده خلاص حضرت زبدة وحضرت سمنة. وهنا بقى كانت اتحرقت الايه ال يعتبر كيسة المخدة، قلت يلا مش مشكلة. دقيقة واحدة يا جماعة عشان بسجل. زي ما انتوا شايفين كده عندنا سمنة وعندنا يعتبر زبدة. لازم تحطي الحاجة دي وهي سخن مولع لسه نازل، انا ما فرقتش فيه خالص اهوت. السمنة لازم تسيح فيه عشان خاطر تشرب من السمنة كده خالص وهو سخن. ما ينفعش وهو بارد تحطي السمنة بتاعته، لازم تحطيها وهي سخن. هنا كنت بقطع الزبدة عشان خاطر كانت جامدة، كنت جايباها من التلاجة. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، زي العسل وزي الفل. وهيتفرج بقى كده تاني خلاص، بس مفيش بقى غربال ولا حاجة. هتفركيهم بقى كده بايدك، بس طبعا هو سخن كده لازم تقلبي وهو في السمنة والزبدة. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو بالطريقة الحلوة الجميلة. عملنا شوية كسكسي زي العسل زي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين كله لسه فيه الزبدة وفيه السمنة اهوت. اللي عايزة بقى تعمله في اسبوع تعمله، اللي عايز تعمله للاكل تعمله. تعمليه في اسبوع، بتحط بقى الطبق كده وتحط عليه سكر ومكسرات. النهارده احنا هناكلوه بالشوربة زي ما انتم شايفين كده اهو، تغييرا عن الاكل عن الرز والمكرونة. تفضلي بقى كده تشربي بقى كده السمنة وتفكي اللي انت شايفاه ده هوت كده. عايزه اقول لكم مولع مولع كده خالص، ايديا راحت نار. بس لازم في الحركة ديت تعمليه بقى كده بايدك وتفكيه، ده يبقى حلو وجميل وزي العسل. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل جرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس أمرا. خلاص كده هوت هفضل بقى أفرك فيهم كده هوت ويتفكوا بقى كده خالص. وعايزة أقولك لو انتي جبتي الغربال ونزلتيه هينزل كلته برضو منه، هيكون ناعم وحلو وجميل وزي العسل. كده خلاص بقول لكم بصوا ايدي حمرا نار من السخونية بتاعته. كده خلاص زي ما انتوا شايفين خلصته. ودي اخر حاجة كده هوت نحطه بقى فين؟ بحطه في الحلة عشان لما اجي اعمله بروح مسخناه، باخد حبة حبة سخن. زي ما انتوا شايفين البطة لسه ما عملتهاش اهوت، هجيبها لكم بقى في الاخر وهي مستوية. وحبيت اوريه لكم كده من قريب ان هما ايه جميل وزي الفل وناعم كده خالص وزي العسل. خلاص احنا خلي بالكم عملنا البطة قبل كده طبعا عشان الفيديو طويل، مرضتش اجيب لكم وانا بعمل ايه البطة. حبيت ان انا اجيبها لكم وهي ايه متحمرة. وادي الطبقين يعتبر الكسكسي والشوربة برضو. ده كان غدانا كده النهاردة، يا رب يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم، ويكون طريقة الكسكسي كده عجبتكم بطريقة حلوة وجميلة وسهلة وزي الفل وزي العسل. تاكليه بقى ايه بالشوربة او تاكليه بايه بالسكر. هوريهولكوا برضو كده عن قرب. ويا رب ايه يكون فيديو عجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس أمرا. بصوا بقى الكسكسي وجماله زي العسل وزي الفل، طريقة سهلة وجميلة. أحلى ما تحرقي الكبة بتاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.